صحيح أنه يوجد بينك وبين الأسرة المالكة صلة قرابة من الرضاعة ونحوه؟ الرضاعة فيه، لكن القرابة لا. لا، الرضاعة مع مين؟ مع شخصيات نعرفها معروفة؟ مع شخصيات قلتها سابقا. في أحد نعرفه يعني من يعني أعطيك واحدة ثانية. هي قضية طويلة، لكن أنا كتبت مقال اسمه سارة. هذه سارة بنت محمد بن سعود اللي كانت مديرة الإشراف الاجتماعي النسائي في وزارة الشؤون الاجتماعية. هذه أختي بالرضاعة، وأمي أصلا كانت تسمى أم سارة. نعم. هذه واحدة منهم يعني. أخواتها اللي هي الأميرة نورة، هي زوجة الأمير فيصل بن بندر، هذه أختي بالرضاعة أيضا. والأميرة العنود، بنات هذه كلهم. ومن الذكور؟ من الذكور مشعل بن ماجد، محافظ جدة. أخوك من الرضاعة؟ هو رضع من الوالدة مع أختي الكبرى. طيب. متشقق. أنت قلت أنه سامي الجابر بينك وبينه مصاهرة. مصاهرة قريبة ولا ما أعرف إيش معنى مصاهرة. هو خال عبد الإله، هذه يعني كلمات متقاطعة. خال عبد الإله متزوج بنت أخت سامي. طيب عاد هذه نحن نفككها بعدين. لكن هذه السنة هذه كرة القدم في حياة السعوديين مختلفة، في سواء صهرك سامي الجابر يعني يملأ صفحات الاهتمام، يعني خليني أقول، أو الفريق الذي تشجعه فريق النصر أيضا يملأ الاهتمامات، وبدأ يخرجون ناس كثيرين يشجعون النصر، لم نعرف أنهم كانوا يشجعون النصر سابقا، وصارت الرياضة لها إيقاع عالي على حياة السعوديين. أنت إيش السر في وجهة نظرك؟ هو عودة النصر. هي عودة النصر هي اللي سبت كل هذه الأشياء؟ يبدو لي والله أعلم. أول طبعا ترى لأن المسألة لازم منافسة. إذا كان نادي جالس كذا بدون منافس، مهما كان جيدا، وش الرسالة اللي توجهها لصهرك؟ بضدها أقول الله يعينه، الله يعينه. وأرجع لسؤال السائل نفسه اللي سألني، قال تبي تأخذون الدوري هذه السنة؟ والله إن أخذوه فالحمد لله، وإن لم يأخذوه فليس شيئا يعني عجيبا. ليش مو شيء عجيب؟ تعودوا خلاص. شكرا لك شيخ عادل، الشكر موصول لكم أنتم.